في الفيديوهين اللي فاتوا اتكلمنا عن امتى نستخدم وان وامتى نستخدم ذا. النهارده هنتكلم عن امتى ما نستخدمش ولا حاجه منهم. ده بيحصل عندنا في الانجليزي في 5 حالات. اول واحده هي مع الاسماء الغير معدوده، زي مثلا where can I play music. تاني حاله مع اسماء الجمع، زي I like collecting action figures. تالت حاله هي لما تكون بتتكلم عن شيء بشكل عام بصيغه الجمع، زي I usually wear shirts. هنا أنا مش بتكلم عن قميص معين، هنا أنا بتكلم على فكرة إن أنا أغلب الوقت بلبس قمصان. رابع حالة هي مع أسماء البلاد والمدن والقارات، زي مثلا I'm from Egypt، ما بنقولش I'm from the Egypt، و I live in Cairo، مع استثناء بعض الدول زي the United States of America أو the US، the United Kingdom أو the UK أو the Philippines. خامس وآخر حالة هي أسماء أماكن معروفة زي شوارع وحدائق وغيرهم، إلا لو ذا كانت جزء من اسم المكان نفسه. في الفيديو الجاي هنتكلم عن النطق الصحيح وآن وذا، واللي بيكون فيه تركاية بسيطة أغلب اللي لسه بيتعلم إنجليزي في البداية وما بيكونش واخد باله منها. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا عليه لايك وتعملوا متابعة لصفحتنا عشان تستفيدوا بالمحتوى اللي احنا بننزله عليها.